بصوا بقى يا حبايبي، قالوا لي احنا عايزين نجيب فراخ من بره. قلت لهم ابدا ابدا، ازاي تجيبوا فراخ مشويه من بره وبطوطه موجوده؟ بجد بجد انا ما احبش ابدا اجيب لحوم او اسماك او اي حاجه من بره الحقيقه، بالذات في اللحوم. مش عارفه، مش بحبها الحقيقه. مش قصه والله توفير، لا، بس ما هو نفسيا كده يعني الواحد بيبقى عارف انت عامله الحاجه في البيت ازاي، منضفاها ازاي. بصوا، عملت لهم بقى الفراخ بقى النهارده كده المشويه بطريقه حلوه جدا جدا. كل اللي هيشوفها بقى ويدوقها من ايدك مش هيصدق اللي انت عاملاها في قلب البيت. بصوا، شايفين الجمال؟ هقول لكم بقى ايه التريكات بتاعتنا وايه الحركات الحلوه بتاعتنا وايه التوابل المظبوطه والتتبيله الهايله اللي احنا ما شاء الله عملناها بيها. شايفين جمالها يا بنات؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ واقول لكم بقى ازاي تبقى دايبه معاكم كده وما تاخدش معاكي سوا خالص، وكمان هتعمليها باقل التكلفه. حاجه كده نظافه وتوفير وطعم كمان، ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا بقى يا حبايبي عشان نخش بسرعه نشوف الفيديو ونشوف جمال الفيديو بقى والطريقه الحلوه جدا اللي احنا عملناها النهارده مع بعض. بس طبعا قبل ما نخش هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا ان شاء الله حلقتنا النهارده. يلا بينا. بصوا حبايبي، معايا ما شاء الله فرخه اهي، وانا دايما بحطها في الفريزر. بحب اعملها كده بالملح والفلفل كده والبصل، علشان ساعات كتير مثلا بيجي مثلا ايه على سهوه كده او فجاه ان انا مثلا عايزه اعمل فراخ او اشوي فراخ، فما بلحقش ان انا اتبلها. فطبعا لما نتبل فراخ لازم بتقعد شويه في التتبيله، فما بيكونش عندي وقت. فقررت بقى من دلوقتي ان انا دايما بعمل ايه، اي فراخ اي نوع فراخ بجيبها بدعكها كده بالملح والبصل والفلفل والحبهان، واتبلها واعينها كده متبله في قلب الفريزر. شويتها بقى او سلقتها او عملتها اي صنف من الاصناف، كده كده الطعم بيبقى افضل جدا لما بنعملها بالطريقه دي. خلاص كده، فانا منضفاها. بصوا، مفرغه كده ما بين كده اللحم، وحاطه كده من جوه كده ايه شرايح كده من البصل اهي، ومنغزه. بصوا، منغزه كده الفرخه بالسكينه كده علشان اضمن ان ايه التتبيله بتخش جواها كويس جدا. خلاص، ما بحبش بقى اعملها من بره علشان الجلد بتاعها ما يتقطعش، يبقى شكله حلو معايا في قلب الوصفه ان شاء الله. انا طبعا الحجم المناسب بتاعك استعمليه، مش شرط حجم معين. يبقى كده معايا كده الفرخه جاهزه. طب انا لو فرخه ما مش عاملاها كده ومش عيناها كده، خلاص يبقى انت تجيبي بصلايه وتقطعيها بقى جوليان او قطع صغيره وتدعكيها كويس جدا من الملح والفلفل والحبهان، وتتبلي الفرخه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بالظبط. خلاص كده، يبقى كده قصه الفراخ خلصت معايا. هجيب بقى بسم الله بقى التتبيله بتاعتنا بكل بساطه. هجيب كده معلقه كده من الصلصه اهو. صلصه بقى انت عاملاها في البيت، انا دي مجهزاها في البيت، او لو انت جايباها معلبه اي حاجه هتنفع ان شاء الله معانا. ومعايا هنا كده ليمونتين كده كبار، بسم الله اعصرهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ليمونتين، ليمونه عادي مفيش مشكله، بس الليمون بيبقى حلو جدا جدا لما بيكتريه شويه. اعصرها كده كويس، بسم الله اهو. وكمان بحب اضيف جدا معلقه كده من السكر. السكر بقى بتعادل طعم الحموضه اللي في الصلصه، وكمان بتدينا معانا طعم حلو ولون حلو، وما تقلقيش ابدا ما بتبقاش باينه خالص في قلب الوصفه. وبما اني حباها تكون شويه سبايسي، فانا هزود لها كده رشه كده من الشطه. او ممكن تحطي لو عندك دبس شطه، ممكن تحطي دبس شطه او الصوص او اي صوص يكون فيه شطه دي فيه لو انت حباها سبايسي. لو ما عندكيش اعملي شطه حمرا زي ما انا ما عملت كده بالظبط. وبرده نضيف رشه كده بسيطه من الكمون، مش هكتر من الكمون، يعني اقل من ربع كده معلقه من الكمون. وكمان كوبيبه صيني اهي، بسم الله. وطبعا حبيبتي اللي بستغناش عنها في اي وصفه الكزبره، معلقه كده صغيره من الكزبره. ومعايا كمان بابريكا مدخنه، لو مش متواجد عندك ممكن تعملي بابريكا عاديه خالص، مفيش يبقى خلاص استكفي باللون بتاع الصلصه. جنزبيل، توم بودره، كاري. وطبعا المكون بتاعنا الخطير مرشه كده من الكربوناتو، ده هيخلي ان شاء الله اللحمه بتاعه الفراخ دايبه كده معانا. بما اننا ما شاء الله الفراخ معايا كبيره ما شاء الله، ديت داخله في 3 كيلو الا ربع، فما شاء الله عايزه تسويه كويسه جدا. فهنروح بنحط بقى الرشه بتاعه الكربوناتو دي، بتفرق جدا جدا في التسويه، بتخليها كده دايبه معاكي وحلوه قوي، بس في نفس الوقت ما بنكترش. وهنحط كمان
بصل بودره، ومعايا هنا صوص الكات المستردة. نحط كده معلقه بسم الله، ونحط زيت حوالي كده نص كوبايه كده من الزيت اهو بسم الله، ونقلب. لو حابه تضيفي معلقه كده من الزبده تمام، مش حابه خلاص. والملح بتاعنا مش هنكتر لان احنا داعكين الفرخه بالملح والبصل، فمش هنكتر ملح اهو بسم الله. طبعا هندوق التتبيله هنشوفها بقى محتاجه بقى شويه ملح او مش محتاجه على حسب. قلب كده كويس جدا. هنجيب بقى ايه الفرخه كده بسم الله اهو، حطها كده في صينيه او في شوايه زي ما شوف انت بقى ايه هتسويها على ايه. اجيب بقى بسم الله التتبيله بتاعتنا كده. بصوا ما شاء الله البوكن باودر اسمه ايه الكربوناتو عامل فوران ازاي اهو. بصوا عايزه اقول لكم ريحه حلوه جدا جدا ما شاء الله. اتبل بقى كده. اللهم بارك. صليتوا على الحبيب ولا لسه حبايبي؟ عليه افضل الصلاه والسلام. ادخل بقى كده التتبيله كده لجوه. انا مفرغه بقى بين الجلد واللحم كده اهو. بصوا كده التتبيله بتخش لجوه على طول اهو، وفي قلب الفرخه برده من جوه اهي بسم الله. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. وندهن بقى الفرخه كده ورا وقدام والجناب والاجنحه وكله، ما نسيبش حاجه الا ان شاء الله ما ندهنها كويس قوي كده. بصوا اهو بسم الله. طبعا اي نوع توابل انت حابه تضيفيه او بتفضليه، او مثلا في مثلا نوع توابل ما بتحبوش خلاص شيليه، نوع توابل تاني بتحبي مثلا تضيفيه مفيش اي مشكله اهو. بصوا ندهن بقى كده حلو قوي 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 اهو. ونجيب بقى الظهر بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تتبيلت بقى لما بتتبلي الفراخ او البانيه او حتى لو جايبه اجزاء وتتبليها كده بالبصل والملح والفلفل والحبهان وتعينيها في الفريزر، تيجي تطلعيها بقى في اي وقت تكوني انت مثلا مش فاضيه، او مثلا حد مثلا جالك كده على طول ومحتاجه انت مثلا تعملي اكل سريع بس لازم يتبل، لا هتطلعيها يا دوبك بس هتفك وتكون كده اصلا هي متبله معاكي جاهزه، فهتوفر معاكي وقت كبير جدا. وكمان الطعم بيبقى احلى وافضل بكتير، بيبقى الفرخه شاربه كويس جدا من التتبيله ومن الصوص بتاعها ومن ريحه بقى التوابل بقى والبصل والحاجات الحلوه بقى اللي احنا بنضيفها لها. بصوا قلب كده من جوه وادعك كده شايفين. بصوا اهو البطن كده من جوه عشان يبقى الفرخه كلها شاربه حلوه قوي 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 ان شاء الله من التتبيله اهي. عايزه بقى تحطيها بقى على شوايه، عايزه تحطيها على جريلا، يعني زي ما تسويها شايفين. انا بقى ايه او بطرمان، انا هجيب ان شاء الله ازازه واسويها على ازازه، ممكن تحطيها في الكيس الحراري برضه هتبقى تحفه جدا بامر الله اهو. شايفين كده تبلتها حلو قوي قوي. هنحط بقى كده ايه، نحاول كده نحط قشر الليمون كده جوه اهو، ونجيب بقى الازازه اللي انا ايه ندخلها فيها اهو بسم الله، ونزلها بقى كده. عندك بطرمان ازاز برضو ينفع. انا حاطه في الازازه شفتوا وقعت مني حاطه في الازازه شويه كده من الميه عشان تطلع معايا بخار وتدي لون حلو كده للفرخه وهي بتستوي. شايفين كده اهو. اجيب بقى كده ايه الفرخه بكتفها بقى كده بسم الله اهو تمام كده. شايفين احطها كده في النص بس. بصوا شكلها بصوا ما شاء الله، والتتبيله حلوه قوي 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 ما شاء الله تبارك الله اهي. شايفين الجمال يا بنات. اضيف لها بقى كده كوبايه من الميه عشان الصينيه بتاعتي ما تتحرقش وكمان تطلع على الفرخه بخار فتسويها كويس جدا. انا دلوقتي مولعه الفرن على درجه حراره عاليه جدا اهو. اول ربع ساعه كده اخلي درجه الحراره عاليه قوي قوي، وبعد كده اخلي درجه الحراره وسط. لو احتاجت بقى واسيبها تستوي براحتها طبعا على حسب يعني وزن الفرخه.
هنشوف بقى ان شاء الله تاخد معانا قد ايه. لو احتاجت بقى اللي احنا نولع لها الشوايه هنبقى نولع لها الشوايه، مش هتحتاج ادينا ان شاء الله هنشوف مع بعض وهقول لكم انا عملت فيها ايه بالظبط. وكمان معايا هنا بصوا بقى التتبيله دي طول ما هي بقى في الفرن اهو، اخد بقى كده من الصوص وادهن كده. كل ما هي بتستوي في الفرن اخد من الصوص الحلو القمر اللي زيكم ده وادهن كده اهو، شايفين؟ تمام قوي كده. طبعا انا مولعه بقى الفرن عشان لازم يخش في فرن يكون سخن مسبقا. مولعه الفرن وهدخلها ان شاء الله. بصوا حبايبي ما شاء الله طلعت من الفرن اهي، ما احتاجتش خالص شوايه، اللهم بارك. شايفين ما شاء الله اهو، وشها زي ظهرها ما شاء الله تبارك الله. والريحه بقى يا بنات مش قادره اقول لكم اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي قوي قوي. ممكن جدا تحطي تحتيها خضار يتسوى تحتيها بالصوص بتاعها الحلو ده، بيبقى تحفه قوي قوي قوي. تعمليها بقى جنبها بقى رز او تاكليها بعيش او مكرونه، او تعمليها حتى جنب اي نوع خضار او اي نوع محاشي، تبقى حلوه جدا جدا جدا. شايفين ما شاء الله جمالها؟ شايفين؟ احلى من بره بكتير، اوفر وانضف من بره بكتير جدا، والطعم بجد خرافه. عايزه اقول لكم ريحتها ما شاء الله تبارك الله قلب البيت. جربوها يا بنات هتعجبكم جدا جدا، وسهله جدا وموفره، يعني مش هتجيبيها من بره بقى بالاسعار اللي احنا بنسمعها دي خالص خالص. سهله جدا اهي واقتصاديه جدا، كل مكوناتها موجوده عندنا في قلب البيت. والنتيجه بقى زي ما انتم شايفين كده تبارك الله اللهم بارك يا رب، حاجه كده تحفه. كان نفسي بجد الفيديو كده يكون بيطلع الروايح بتاعه الاكل عشان تشموا معايا ما شاء الله تبارك الله الجمال ده كله اهو. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.